بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة تنفع لللانش بوكسات والمدارس طبعا. فاحنا عارفين احنا داخلين على المدرسة خلاص وهمها وقرفها فايه، فلازم نعمل لهم حاجة بقى معاهم ياخدوها معاهم كده. هنعمل باتيه بالجبنة. 3 كوبايات دقيق، عليهم كوباية زبادي وكوباية الا ربع زبادي، ومعلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، معلقة كبيرة خل. عايزة اقول لكم الخل مهم جدا للمعجنات، بيفتح لونه، بيخليه يبقى هش كده وطري وجميل. بصراحة حلو جدا. هنعجنهم كويس مع بعض، وفي الاخر يعني ايه، لو احتاجنا ميه هنحط ميه دافيه عشان الخميره طبعا، فدي حاجه كلنا عارفينها. اهم حاجه نعجن كويس جدا، اهم حاجه العجين. فانت تعجني لفتره يعني ايه قد 10 دقايق كده. تعجيني عجين لغايه العجينه ما تلم معاكي وتبقى ناعمه وملسه كده وجميله. انت اصلا هتحسي بنعوميتها في ايدك. في الاخر هنحط ايه، يعني قبل ما نلم العجينه كده نحط مكعب زبده او معلقتين زيت، براحتك دي او دي. بس انا بفضل الزبده، الزبده بتديها طراوه كده وهشاشة جميله قوي. ونسيبها تخمر، يعني فتره ايه ساعه كده. اهم حاجه في الباتيه او في اي معجنات ان هي تخمر كويس. فعايزه اقولك ان دي تخمر في 3 مراحل. اول واحده بعد العجن، تاني واحدة لما نقطعها، تالت واحدة لما نحشيها. فالتلات حاجات دول ايه، هت دي 3 مراحل التخمير. قطعي بقى بالحجم اللي انت تحبيه. انا قطعت يعني حجم متوسط، بحيث ان انا ايه يعني ينفع يتحط في اللانش بوكس. انت لو عايزه تعمليه كبير تعمليه، لو عايزه تعمليه صغير براحتك خالص. ال3 كوبايات دول طلعولي 12 قطعه بالظبط، حلوين يعني 12 قطعة حلوين، صغيرين قوي ولا كبار قوي، بنفس الشكل اللي شفتيه ده. هنعمل حشوة بقى. الحشوة جبنة فيتا وجبنة موتزاريلا، وفلفل اخضر وزيتون. حطي بقى الحشوة اللي انت عايزاها، يعني انت لو عايزة تعمليها حتى بشاورما تنفع، لو عايزة تعمليها مثلا بلحمة مفرومة معصجة تنفع، اي حاجة بتنفع فيها. عايزه اقولك انت لو عملتي العجينه بنفس الطريقه اللي انا عملتيها بيها دي، صدقيني هتطلع معاكي ناجحه جدا جدا جدا، وطريه وهشه، ومش هتبطلي تعمليها بجد. انا بقطع الزيتون الشرايح ده يعني حتت صغيره اكتر، علشان تبقى ايه، آه تبقى حتت صغيره في الحشوه، يعني مش عايزاها حتت كبيره. هنقلبها بنفس الطريقه كده. تيجي بقى تشكلي بقى بشكل انت حباه، يعني اي شكل انت حباه. انا دلوقتي هعملها 3 اشكال. هعمل اللي هي شبه العيش الفينو دي على طويل، وهعمل اللي هي الدايرة دي عادية، وهعمل شكل كمان. عايزة اقولك ان هي مريحة جدا، وبتاخدي من الفريزر تطلعيها الصبح على الرخامة قبل ما العيال تمشي، وتحطيها في اللانش بوكس وخلاص على كده. لا تقفي تعملي بقى سندوتشات ولا وجع قلب. بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها كده، لو مشيتي على نفس خطواتي بجد مش هتبطلي تعمليها. وهي حاجة تريحنا شوية من عمايل السندوتشات يعني. بنفس الشكل ده كده. يعني احنا بعد ما نقطعها كده هنسيبها تخمر بقى تاني لغاية ما ايه يتضاعف حجمها. عايزة اقولك ان العجين اهم حاجة فيه التخمير،
ما تقوليش بقى لا اعمل واحط اخبز على طول وخلاص، لا، اهم حاجة التخمير. العجينة لو خمرت كويس وخدت راحتها كده بتطلع جميلة جدا، وما بتاخدش كمان سوا كتير. يعني اهم حاجة ان هي مش بتاخد سوا كتير. لو بقت العجينة خمرت كويس بتاخدش سوا كتير خالص في الفرن. ده الشكل التالت اللي انا عاملاه. وربنا بقى يعيننا على المدارس وقرفها، صحيان بدري ومذاكرة ووجع قلب. عايزة اقول لكم ان كنت حسيت ان اخدت يعني اجازة اخر السنة، مش عارفة ليه كان الاحساس ده عندي. ورمضان بقى جاي والدنيا يعني ايه، يلا ربنا يعيننا ويقوينا. وكل سنة وانتم طيبين. هنكمل بقى بنفس الطريقة دي. عايزة تعمليه شبه العيش الفينو، والله انا بفضله برضو يعني، بيبقى سهل وبسرعة وتنجزي وتخلصي. عايزة تعمليه اللي هو الدايرة ده، عادي جدا اي نوع بيبقى حلو. اهم حاجة العجينة. ده شكله بعد ما قطعته كده هيبقى بالشكل ده. انا هوريهولكم. ايوه، شوفي بقى بعد ما العجينة خمرت بقت عاملة ازاي. فما تستعجليش عليها بجد. بقول لكم هنا ان انا دهنت الوش بمعلقه لبن على معلقه سكر، بس مش ما بانتش. درجه الحراره بقى هتبقى 180. هتسيبيها لغايه تحت بس. هتسيبيها لغايه ما تحمر من تحت، وبعد كده تيجي مولعه عليها الشوايه وخلاص كده. شايفين بقى الجمال والحلاوه. في تركية عايزة اقول لكم عليها. هو دلوقتي لازم مش راضي يطلع، فانا عايزة اقول لكم ان الحاجة الوحيدة اللي تخليه يطلع من الصينية بسرعة، غطيه دقيقتين بس. دقيقتين يعني بالدقيقة كده. هتلاقيه بيطلع معاكي بسرعة وفي ثواني بيطلع. هو بيبقى لازق شوية بس من السخونية بتاعة الفرن. شايفين الحلاوة؟ بجد هش وجميل، ومن جوه مفرغ ازاي، حلوة قوي. والحشوة مظبوطة يعني، لا كتيرة قوي ولا قليلة قوي. يلا، عايزة رأيكم بقى في الكومنتات، تقولوا لي ايه رأيكم فيه. هنا بعد ما برد حبة، سبته برد حبة وريتهولكم برضو. يعني هو برضو نفس الحلاوة والجمال زي ما هو. ده بقى لو خزنتيه بقى في الفريزر، وعملت مثلا كمية مثلا كيلو دقيق وحطيتيه في الفريزر، وكل يوم تطلعي مثلا او يوم ويوم، يعني تريحيهم منه يوم. ومثلا تاني يوم تديهم، بيبقى جميل جدا واكنك لسه عاملاه دلوقتي. يعني مش بيفتت ولا اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.